أهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة كل عجيب وغريب. أهلا بكم في لقاء جديد، أهلا بكم في قصة جديدة، أهلا بكم في حلقة غريبة وعجيبة بجد. حلقة النهاردة مختلفة تماما عن كل الحلقات السابقة اللي قدمناها لحضراتكم، لأن هذه الحلقة تتحدث عن أخطر كرسي في العالم. كل من جلس على هذا الكرسي مات فورا بطريقة غريبة وبطريقة شنيعة جدا. هنتكلم النهاردة عن هذا الكرسي الملعون الذي كل من جلس عليه مات بطريقة شنيعة وبطريقة مفجعة. ما هي قصة هذا الكرسي؟ وما هي قصة لعنة هذا الكرسي؟ ومن هو صاحب هذا الكرسي؟ وهل فعلا هذا الكرسي ملعون؟ وهل فعلا كل هذه الأحداث وقعت؟ هذا ما سنعرفه خلال الدقائق التالية. بس قبل ما نبدأ يا ريت شير ولايك للفيديو والإعجاب بالقناة، ومش هنطول على حضراتكم وهنبدأ قصتنا على الفور. قصة النهاردة عن هذا الكرسي الملعون الذي كل من جلس عليه مات على الفور. هذا الكرسي هو كرسي توماس باسبي. هذا الكرسي هو مصنوع من شجر البلوط، وهذا الكرسي أثار ضجة واسعة وكبيرة، ليس فقط في إنجلترا البلد الذي حدثت فيه هذه القصة، وإنما في الكثير من بلدان العالم نتيجة للأحداث والمواقف التي حدثت لكل من جلس على هذا الكرسي. هذه القصة قصة واقعية حقيقية. هذا الكرسي كان سبب في موت أكثر من 63 شخص. في نهاية الفيديو سوف نتعرف على المكان الخاص بهذا الكرسي في الوقت الحالي. تابعوا معي هذه التفاصيل المثيرة وهيا نبدأ في القصة. في أواخر القرن ال17 في شخص اسمه دانيال. هذا الشخص كان مزور محترف في الأموال. هذا الشخص قام بشراء مزرعة في منطقة في إحدى المقاطعات في إنجلترا. هذه المنطقة قرر أن تكون منطقة نائية، أي بعيدة تماما عن عيون الأشخاص وبعيدة عن الأشخاص الذين يأتون إليه ويزورونه وبعيدة عن الشرطة، بمعنى أنه اختار منطقة بعيدة عن أي شخص أو بعيدة عن الإزعاج، فاشترى فيها هذه المزرعة. اشتراها لكي يمارس فيها نشاطه الغير مشروع وهو تزوير الأموال. وخصص دانيال مكانا في هذه المزرعة لكي يمارس فيه نشاطه الغير مشروع، فاشترى بعض الماكينات لهذا الأمر، وقام بوضع نظام حماية قوي جدا حتى يحميه من الأشخاص الذين يقومون بزيارته. كان لهذا الشخص دانيال ابنة تدعى إليزابيث. إليزابيث هذه أحبت شخص يدعى توماس باسبي، وخليكوا فاكرين الاسم ده كويس، توماس باسبي، لأن توماس باسبي هذا هو بطل القصة التي نتحدث عنها اليوم. أحبت إليزابيث توماس باسبي وقررت الزواج منه، ولكن والدها دانيال رفض هذا الأمر رفضا تاما. ولكن نتيجة للإصرار الشديد لابنته على الزواج من باسبي، أخيرا رضخ الأب لهذا الأمر ووافق على الزواج. تزوج باسبي من إليزابيث وعاشا معا فيما يسمى بالنزل. يعني النزل كانت تتكون من مجموعة من الغرف، كل شخص أو كل أسرة صغيرة تعيش في غرفة من هذه النزل، وكان ملحق بها طبعا حمامات وحانات وبعض الأشياء الأخرى. فتوماس باسبي وزوجته إليزابيث عاشوا في غرفة من غرف هذه النزل التي كانت موجودة في هذه المنطقة. بعد زواجهما بفترة اكتشف توماس باسبي أن دانيال يعمل في تزوير الأموال، فقرر أن يكون شريكا له. فعرض باسبي على دانيال أن يكون شريكه في قصة تزوير الأموال،
فوافق على الفور دانيال على هذا الأمر وأسند إليه مهمة توزيع هذه الأموال. طبعا ربح توماس باسبي الكثير من الأموال نتيجة لقيامه بتوزيع الأموال المزورة، وكانت عنده أموال كثيرة جدا ربحها من هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد كان باسبي ينفق كل أمواله على شرب الخمور، فكان يجلس في حانة معينة يشرب فيها كل أنواع الخمور ويسكر فيها معظم اليوم. وفي هذه الحانة خصص باسبي كرسيا جعله كرسيه الخاص، ومنع أي شخص من الجلوس عليه، وإذا وجد أي شخص جلس على هذا الكرسي كان يضربه ضربا مبرحا. بمرور الوقت عرف جميع زبائن هذه الحانة بأمر هذا الكرسي وتجنبوا الجلوس عليه خوفا من باسبي، فإن باسبي كان لا يتردد على الإطلاق، فإذا وجد أي شخص يجلس على هذا الكرسي كان يقوم بضربه ضربا مبرحا. وقد قال في الحانة وأمام كل الزبائن أن هذا الكرسي هو كرسيه المفضل، ومنع أي شخص من أن يجلس على هذا الكرسي، وإذا وجد أي شخص قد جلس كان يقوم بضربه والشجار العنيف معه. بمرور الوقت عرف دانيال والد زوجة باسبي بأمر سكره الشديد، فقرر أن يطلق إليزابيث من باسبي. يعني دانيال أبو إليزابيث عرف أنه توماس هذا يشرب الخمر ويقضي معظم يومه في هذه الحانة، فقرر أن يطلق ابنته من باسبي. ذهب إلى ابنته في غرفتها بالنزل وطلب منها أن تأتي معه وأن يطلقها من باسبي، ولكن الابنة رفضت هذا الطلب رفضا شديدا، وقالت أنها تحب باسبي وأنها ستعيش معه مهما كان الأمر. خرج من عندها الأب وذهب إلى الحانة التي يجلس فيها باسبي، وقام بالشجار مع باسبي، ودار بينهم حوار وجدال وخناقة زي ما بنقوله كده، دارت بينهم خناقة، ولكن قام الجميع بالتدخل وزي ما بنقوله فضوا هذه الخناقة على الفور. ولكن دانيال كان يعلم بقصة الكرسي في هذه الحانة، وأن باسبي منع أي شخص من الجلوس على هذا الكرسي، فقرر أن يستفز باسبي، فقام بالجلوس على كرسيه المفضل. وهنا غضب باسبي غضبا شديدا من هذه القصة، وقام على الفور وحمل دانيال وألقاه بعيدا عن كرسيه المفضل. خرج دانيال حزينا لأنه فشل في مهمته، وهي أن يطلق ابنته من باسبي، وذهب إلى منزله دون أن يحقق أي شيء. ولكن باسبي لم ينسى لدانيال ما فعله في الحانة، ولم ينسى الشجار معه، فقرر باسبي أن ينتقم من دانيال انتقاما شديدا، فذهب إلى المزرعة التي يقيم بها وقام بقتله وقام بدفنه في هذه المزرعة. ولكن بعد وقت قليل اكتشفت الشرطة جثة دانيال مدفونة بالمزرعة، وعلمت بقصة الشجار الذي حدث بينه وبين باسبي، فقامت الشرطة بإلقاء القبض على باسبي، حيث توجهت إلى الحانة التي كان يجلس بها باسبي وألقت القبض عليه. وهم يقومون بإلقاء القبض عليه قال باسبي عبارة تردد صداها في الحانة، قال: إن كل شخص يجلس على هذا الكرسي سيكون مصيره الموت الأكيد والمحقق. إن كل شخص يجلس على هذا الكرسي سيكون موته أكيدا ومحقق. إن كل شخص سيجلس على هذا الكرسي سيكون مصيره الموت الأكيد والمحقق. قالها أكثر من مرة وهم يقومون بإلقاء القبض عليه. وبالفعل تمت محاكمة باسبي وتم اتهامه بقتل دانيال، وقام القاضي بإصدار الحكم على باسبي بالإعدام. وبالفعل قاموا بتنفيذ حكم الإعدام، ولكن تم تنفيذ الحكم أمام الحانة التي كان يجلس بها باسبي، حتى يكون باسبي عبرة لغيره من المجرمين. ويقال أن باسبي في طريقه إلى المشنقة حيث تم الحكم عليه بالإعدام شنقا،
ففي الطريق إلى المشنقة كان يقول: إن روحي لم تترك أي شخص يجلس على هذا الكرسي، إن روحي ستنتقم من أي شخص يجلس على هذا الكرسي، إن أي شخص يجلس على هذا الكرسي سيموت أشر ميتة، سيموت ميتة شنيعة. وهكذا كان بسبي يقول ويردد في طريقه إلى المشنقة. بعد موت بسبي بالفعل كل ما قاله بسبي تحقق، وأصابت هذا الكرسي لعنة غريبة وعجيبة. ففي الحانة التي كان يجلس فيها فقد أصابت هذا الكرسي لعنة غريبة وعجيبة. ومن القصص التي تروى عن أشخاص جلسوا على هذا الكرسي فماتوا فورا، إن عامل الحانة الموجود بها هذا الكرسي بعد وقت طويل من العمل تعب، فقرر أن يجلس على هذا الكرسي رغم علمه بما قاله بسبي، ولكن قال بينه وبين نفسه: ربما كان بسبي يقول أي كلام. وبالفعل جلس على هذا الكرسي لكي يستريح. والعجيب والغريب أنه في اليوم التالي تم العثور على جثة هذا العامل أمام الحانة، وفي المكان الذي نصبت فيه المشنقة التي شنق بواسطتها بسبي. ومن القصص الأخرى أيضا أنه في الحرب العالمية الثانية جاء مجموعة من الجنود إلى هذه الحانة وكانوا يعلمون بقصة هذا الكرسي، فقام أحد هؤلاء الجنود وتحدى الجميع وقال أنه سوف يجلس على هذا الكرسي ولن يحدث له أي سوء أو أي مكروه، رغم أن الجميع نصحوه بعدم الجلوس على هذا الكرسي، ولكنه تمسك برأيه وجلس على هذا الكرسي. وفي اليوم التالي وعلى الفور أيضا مات هذا الجندي في حادث سير. وبعد ذلك بفترة دخل صديقين الحانة فوجد هذا الكرسي، فدخل الاثنين في تحدي أن يجلسوا على هذا الكرسي، فقام الأول وجلس على هذا الكرسي، وحتى لا يظهر الثاني أنه جبان قرر أيضا أن يجلس على هذا الكرسي وجلس. وبعد خروجهما من الحانة مباشرة توفي الاثنين ومات في حادث سير. وهنا تأكد أصحاب الحانة أن هذا الكرسي كرسي ملعون، وقرروا وضعه في القبو الخاص بالحانة الذي يوجد فيه الخمور، وبالفعل وضعوه في القبو. وفي السبعينات جاء عامل بريد بطرد خاص بأحد العملاء إلى الحانة، وطلب منه صاحب الحانة أن يضع هذا الطرد في قبو الحانة، فوضع الطرد في القبو، ولأنه كان متعبا جدا ومرهقا، ولأنه أيضا كان لا يعلم بقصة هذا الكرسي، فوجد الكرسي في القبو فجلس عليه. وبعد خروجه من الحانة أيضا مات في حادث سير. وهنا أدرك وتأكد أصحاب الحانة أن هذا الكرسي ملعون وأنه يجب التخلص منه، فقاموا بإهدائه إلى أحد المتاحف، وأوصوا القائمين على هذا المتحف أن يضعوا هذا الكرسي في مكان معلقا بالقرب من السقف حتى لا يجلس عليه أي أحد، وحتى لا يكون مصيره الموت المحقق والمؤكد. وبالفعل تم نقل الكرسي إلى هذا المتحف، وتم وضعه بالقرب من سقف المتحف، وتم تحذير أي شخص من الجلوس على هذا الكرسي. وهكذا تنتهي هذه القصة العجيبة الغريبة الحقيقية الواقعية، قصة كرسي بسبي الملعون، قصة الكرسي الذي يموت أي شخص إذا جلس عليه. نشكر حضراتكم، وإن استفدتوا معنا ولو بمعلومة صغيرة، وإن أعجبكم هذا الفيديو فرجاء عمل شير ولايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لحضراتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.